السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا النهاردة نعمل بقى الفراخ المقرمشة اللي هي البروست الحلوة دي. طبعا كلنا عارفين سعر الوجبة الوقت في المطاعم بره وصل كام، فيلا نعملها بأقل الإمكانيات وأقل التوابل وأقل التكاليف. يلا بينا نخش على الفيديو. لو انت جديدة معايا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة، ولو انت موجودة ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك هيشجعني، قولي لي الطريقة عجبتك ولا لأ، عملتيها قبل كده، ضفتي حاجات غير اللي انا ضفتها، عرفيني طريقتك وشوفي طريقتي. يلا بينا على الفيديو ونبدا ونقول بسم الله. انا عملت الوجبه النهارده بتاعتي بالدبابيس. انت بقى عايزه تجيبي فرخه كامله، ايه اللي يريحك، إيه اللي موجود عندك والمتوفر عندك اعمليه. انا كان عندي كده دبابيس جبتها، طبعا غسلتها كويس جدا، وبعد كده بقى مسكتها كده بالسكينه قعدت انغص فيها. هنعمل لها محلول نقع. المحلول النقع ده هيسهل عمليه السوا وهيسرع عمليه السوا معايا. احنا ممكن نعمل محلول النقع ده من مثلا من الصبح لحد بالليل، ونكمل بقيه الوصفه لو هنعملها تاني يوم. بس انا بصراحه عملت الوصفه كلها في يوم واحد، يعني انا ما بيتش في تتبيله ولا اي حاجه. بس انت ممكن تبيتي في تتبيله، هتكون معاكي برضو احلى. وهي فعلا النهارده هي ما قصرتش معايا والطعم كان حلو جدا. وانا بقليها ريحه البيت كانت عامله زي المطاعم اللي احنا بنخشها ناكل فيها الفراخ المقرمشه دي. فبدات كده بالسكينه بقى، وبدات ان انا اعمل فتحات في قلب كده الدبابيس كلها، عشان الفتحات دي هتسرع معايا طبعا عمليه السوا والتتبيله تخش فيها على طول واما نيجي نقليها في الزيت. طبعا انا مش هسلقها ولا هعملها هسويها على البخار ولا هديها نص سلقه ولا اي حاجه. انا هقليها اول عن اخر بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي وهي نيه. بعد لما نغزنا الدبابيس بالسكينه زي ما انتوا شايفين، جبت بقى الطبق بتاعي. حط فيه معلقه ملح، معلقه سكر، 3 معالق كده خل كبار، وهننزل بالميه. ده المحلول اللي انت ممكن تسيبي فيه الفراخ مثلا بايته من بالليل. يعني انا طلعت الفراخ بتاعتي اهي تفك، ممكن اعمل المحلول النقع ده واركن فيها الفراخ في التلاجة لحد تاني يوم الصبح، ونعمل الخطوه اللي بعد كده. بس انا زي ما انا قلت لكم والله انا كل الحكايه انا ما كنتش عارفه هعمل اكل ايه وكنت محتاره. فافتكرت ان انا عندي دبابيس، فقلت ليه لا ان انا ما اعملهاش فراخ مقرمشه ونقضي بيها اليوم النهارده. فانا الوصفه كلها عملتها في يوم واحد، يعني انا ما عملتش حاجه في التلاجة. بس طبعا كل ما تبات في التلاجة وبالذات في محلول الملح والسكر والخل، هيبقى عمليه تسويتها ايه احلى وهتبقى مستويه. بس هي النهارده والله في يوم واحد وكانت مستويه وكانت تمام. انا نقعتها وسبتها في حدود كده 3 ساعات او 4 ساعات في التلاجة. شايفين لون الميه اتغير ازاي؟ المحلول بتاعي طبعا نضف الفراخ وما كانش فيها ريحه اي زفاره، سحب اي دم جوه العظم، يعني ايه حتى لون الميه اتغير. هنشطفها بقى حلو جدا، ويلا بقى نعمل الخطوه التانية. إيه الخطوه التانية دي؟ اللي انا عملت بقى التتبيله اللي هركن فيها الفراخ شويه. طبعا انا هركن فيها الفراخ شويه، انت ممكن تحطي وتطلعي على التتبيله التانية وتحمري على طول. بس انا حبيت ان انا اركن الفراخ شويه فيها، عشان طبعا انا ما تبلتش الفراخ، انا كنت حطاها في محلول نقع اللي هو ملح وسكر وخل. انا عايزه تتبيله تخلي طعم الفراخ حلو. فانا جبت العلبه دي اللي هنحط برضو فيها الفراخ في مجرد كده ساعتين، هنركنها كده ساعتين برضو في التلاجة عشان تحس ان الفراخ اتبلت. هحط هنا كوبايه دقيق وهنا كوبايه دقيق، نفس التوابل اللي هتتحط هنا هي نفس التوابل. هنا معلقه بيكنج باودر وهنا معلقه بيكنج باودر، هو كيس هنقسمه على الاتنين. في الخطوه التانية انا عملت كيس عشان الكيس بيبقى احلى، بتقدري ان انت تقلبي في الفراخ براحتك. هنبدا بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا برضو زي ما هي هنا هي هنا، ما عدا اختلاف حاجه واحده. وفي الكيس هنحط نشا. في الخطوة الأولانية مش هنحط نشا، يعني في الكفر الأخير اللي هو بيبقى ناشف ده، المكونات الجافة دي مش هحط عليها، هي اللي هحط عليها نشا، 3 معالق نشا. عشان عارفين طبعا ان النشا بتخلي لون الفراخ حلوة وبتخليها مقرمشة. جبت بقى مكعب مرقة وضفتها، ضفت هنا نص مكعب المرقة وهنا نص مكعب المرقة. طبعا الفراخ دي ممكن نحط لها زعتر وتوم باودر وبصل باودر، بس انا بصراحة مش بحب الزعتر في الاكل. تاني حاجة التوم الباودر والبصل باودر يعني بيعمل لنا ألم في معدتنا وكده، فانا بستغنى عنهم بصراحة. فحطيت بقى ايه اللي هي السبع بهارات. يعني انا تبلتها بتتبيله يكون طعمها حلو وفي نفس الوقت ما نتعبش منها. حطيت فلفل، ربع معلقه فلفل اسود هنا وربع معلقه فلفل اسود هنا، وحطيت ربع معلقه كركم هنا وربع معلقه كركم. في الخلطه اللي احنا هنقلبها دلوقتي بالميه حطيت عليها ربع معلقه من البابريكا، ما حطيتش في الخلطه اللي هي في الكيس الناشفه بابريكا. وحطيت 7 بهارات برضو، ربع معلقه هنا وربع معلقه هنا. دي هي بس الخلطه اللي انا عملتها باسهل توابل. وزي ما انا قلت لك انت ممكن تضيفي ربع معلقه توم باودر، ربع معلقه بصل باودر، وربع معلقه من الزعتر. بس انا بصراحه يعني عملتها قبل كده ما حبيتش الزعتر وما حبيتش
التوم البودر والبصل البودر في طعم فيها يعني، عشان تعبت منه. فانا بصراحه انا ما بدخلش لا توم بودر ولا بصل بودر في اكلي خالص. زي ما انتوا شايفين كده يعني، بحط المرقه مكعب المرقه وبحط ليها السبع بهارات، بحس ان هي بتغنيني عن اي توابل تانية. هبدا بقى ان انا اقلب الخلطه دي لحد ما تبقى معايا سايله شويه كده، مش تقيله ومش خفيفه، وسط، علشان طبعا لما نحط فيها الفراخ تمسك في الفراخ. فالتتبيله دي طبعا انا دقتها ملحها كويس وكل حاجه فيها، وطعم التوابل فيها ريحتها جميله جدا. هبدأ بقى احط الفراخ بتاعتي وهبدأ ان انا اقلبها في التتبيله. انا سبتها في التتبيله دي برضو شويه عشان لما اجي احمرها يكون ليها طعم، يبقى الفراخ ليها طعم. ممكن بقى احنا زي ما انا قلت لكم نعمل ننقع الفراخ من بالليل في محلول النقع، ونقوم الصبح نعمل التتبيله دي ونسيبها في التلاجة لحد الوقت اللي احنا هنحمر فيه الفراخ. والله كانت تتبيلتها طعمها حلوه. هي بتاخد وقت في التحمير كتير يعني، بتاخد وقت، ولازم تحمريها في حلة، ولازم يكون الزيت غزير والزيت مالي يعني مغطي الفراخ عشان تستوي. طبعا تبلتها، وزي ما انا قلت لكم هركنها بقى شويه في التلاجة، برضو ركنتها ساعتين. انت ممكن بقى لو عملتيها زي ما انا قلت لك من بالليل، محلول النقع من بالليل، تقومي الصبح تشطفيها وتعملي التتبيله دي لحد ما هتيجي تقلي. انت ممكن تعمليها كفر واحد، ممكن نعملها كفرين، ان انت تاخدي من التتبيله السايله على التتبيله الجافه وترجعيها تاني على التتبيله السايله وترجعيها على التتبيله الجافه. بس ما انصحكيش بيها يعني، انا عملت كده وعملت كده. بس فعلا الفراخ اللي كانت عليها كفر واحد يعني، خدتها من السايله على الجافه وحطيت على طول في الزيت، كانت احلى كتير من الفراخ اللي انا عملت لها كفرين. كانت الكفر بتاعها تخين قوي، ويعني كانت مده كده لحد ما توصلي لطعم الفراخ. انما الفراخ اللي انا عملت لها كفر واحد، انا هقول لكم برضو على الحاجات اللي انا عملتها، انا جربت الاتنين. انما الحاجات اللي انا عملتها كفر واحد كانت حلوه جدا يعني. الفراخ دي هما كانوا قسمت الفراخ نصين، النص الاول عملته كفر واحد والنص الاول عملته كفرين. ان انا خلطه من الخلطه السايله على الجافه وقليت على طول. انما الباقيين خدت من السايله على الجافه ورجعت تاني على السايله وعملت على الجافه، كان الكفر كبير قوي. انما الطريقه الحلوه اللي انا بقولك اعمليها عن تجربه، اللي هي الكفر الواحد اللي احنا شفناها في اول الفيديو. بعد كده اهو بقلب بقى كده. طبعا انا بقولك بنسخن الزيت جامد، وبعد كده ننزل بالدبابيس اول 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده نهدي النار ربع ساعه. وبعد ما نهدي النار ربع ساعة طبعا بنفضل نقلب فيها. وبعد لما نقلب فيها ربع ساعة على نار عالية هادية، بنرجع اخر 10 دقايق بنعلي النار عشان الكفر يمسك فيها وتطلع بالحلاوة والجمال ده. فعلا جميلة جدا. وزي ما انا قلت لكم ده الكفر الواحد. الكفر التاني كان تخين وكان مقرمش قوي، بس طبعا اللي ورايا كانوا جعانين، فاضطريت ان انا اختم معاكم الفيديو على الصورة دي، او على الوقت اللي انا خلصت فيه الاكل ده، عملت الاكل ده. ولو هتعمليها اعمليها كفر واحد بس، فعلا كانت حلوة ومقرمشة. هاتي دايما دبابيس تكون صغيرة. كان طعمها حلوة وكانت مقرمشة. وطبعا انا عندي ولادي بيحبوا الفراخ اللي هي التشيكن المقرمشة دي جدا، وبيحبوا ان هم يروحوها. بس طبعا كلنا عارفين ان سعر الوجبة بقى غالي. ان شاء الله هعمل لكم كل الوجبات بتاعة المطاعم الفترة الجاية في البيت بأقل الامكانيات. متنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، وهتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو اللي جاي، وانا عملتها لكم بأقل الامكانيات والتوابل والتكاليف. هتوحشوني. مع السلامة.